يا حاج جيتك على عينينا، بس الموضوع ده مش في ايدينا. مش في ايدك ايه يا بيه؟ يعني يرضيك المحجر يتقفل هو وبيوت الناس المفتوحه؟ يا حاج، الطرق الكبيرة اللي بتتعمل دي بتبقى قرارات من فوق. واللي فوق يعملوا كده ليه مع الحاج محمد؟ انا طول عمري زين معاكم. والله يا حاج افضلك كل الناس عارفاها كبير وصغير. العفو، بس المصلحه طول عمرها واحده، سواء انتوا او انا. احنا عايزين ايه غير هدوان السر؟ وبلدنا عمرها ما طلعت ارهابي واحد، ولا حادثه فتنه، ولا حادثه طار. عارفين يا حاج والله، وجهودك مشكورة، بس والله الموضوع ده مش في ايدي. معلش، ان شاء الله محلوله، ان شاء الله. ما نعطلكوش اكتر من كده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حاج. المكتب هيفضل مكتبك يا حاج. عارف، شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حاج، مع الف سلامة يا حاج. وبعدين يا محمد، شقى العمر يضيع بجرة كلام؟ أكيد في صرفة. زي ما قلت لحضرتك بالظبط. يعني إيه؟ زي ما قلت لحضرتك، الورق يثبت حقك، لكن الأوامر العليا خلت الكفتين قد بعض، هيوقفوا المحجر. اللي أقدر أعمله لحفظ حقنا طلب وقف المحجر لحين فض النزاع. مع السلامة يا مدر. مع السلامة. يعني ايه؟ والناس هبتنا في البلد. هيبتنا محفوظة، والناس يوميتها توصل لها لحد بيوتها كل يوم لحد ما المحجر يشتغل تاني. يعني موتة وخراب ديار، الناس تقبض واحنا واقفين. بص، يا تقول كلام موزون يا تطلع عند أمك. العملية أصلا فتح المظاريف بتاعها بكرة يا حاج. بكرة يسهلها ربنا. فكيت الجبس يعني؟ تمام الحمد لله يا حاج. لو العملية رست علينا بكرة أنا هسافر مصر. وقت سفر دلوقتي؟ هو ده وقته. السلامة يا ريحة الحبايب. هو ده اللي زعقتيلي عشانه بعد 10 السنين دي كلها؟ وإيه يعني؟ زعجة كل 40 سنة ما هوش عيب. دي التانية عمرها ما عملتها. التانية أصلها بالها طويل، وبعدين يعني أنا بنت الأكابر. تلاقي مرتك الجنية أبوها سجة. إيه دي؟ جالك الكلام وجالت لك بنت السجة هتغرج البيت لو ما سكتيش. ولا 100 جنية. خير يا ولدي؟ امدنا يا حاج لو سمحت على الورقة دي. فيها إيه الورقة دي؟ خير يا عم الحاج. أشوف. أمر بإخلاء المحجر ووقف العمل فيه. ماشي. شرب ولدنا شاي يا مناع. حاضر يا عم الحاج. شكرا يا عم الحاج. اتفضل يا ولدي. وبعدين يا محمد ابو دياب؟ من تحت للشاي ده كله يا مناع. ياه،
ناس البلد كلها وناس من البلاد اللي جارنا عشان موضوع المشروع الجديد. على مهلك يا ولدي. حاضر يا حجي. يعني خلاص هيوقف المحجر؟ طول الليل خيري ما نامش، وجودة يا عيني قاعد تحت رغم ان رجله لسه وجعاه من قرصة التعبان. خد يا حج. معلش يا بنتي، ما انت عارفه ان عندي سكر وماليش في الحلو. طب ها اذا كان كده يبيعوا المعدات ويقسم الفلوس على الولد. هيقسمه وهو حي؟ اسكتي، لو سمعك الحج هيخيبك. واحنا خدنا ايه من المحجر ده غير وجع الراس وهدة الحيل؟ خدتي كتير يا بنت نبويه، خدتي الذهب اللي انت لابساه والخير اللي انت عايشه فيه. والله ما هشوف جودة لا ليل ولا نهار. يا سلام، امال العيال دي كلها خلفتيها منه ماتت. سامعه يا مرات عم؟ عيب يا شربات. اصل هتتكلم كأن جوزها بس هو اللي شقيان. انا ما قلتش كده، بس جودة يا عيني غلبان قاعد يشتغل وخلاص، لكن خيري هيشتغل بس الحساب. لمي نفسك يا نورة، وهو خيري زي جودة ده جوزك قاعد يلم الانفار. اخرس يا بنت انت وهي اللي مش هتعرف تلم روحها وتتحدد حديد زين. هخلي جوزها يرجعها لبيت ابوها، فاهمين؟ انا شايف ان الجبل والمحجر فاتح بيوتنا وبيوت بلادكم، وانا اذا كنت بدفع يوميه العمال اللي شغالين عندي ده حل مؤقت، لكن احنا عاوزين حل نهائي. وانتوا كبار بلادكم، والمشروع زي ما هيفوت من عندنا هيفوت من عندكم، لانه واخد من مصر لاسوان. واحنا يعني اللي هنقف قبال الحكومه يا حاج؟ ما حدش قال كده يا ابو ذكري. انت شايف ايه يا حاج؟ شور علينا. انا شايف ان الخير كتير، كل واحد فينا عنده فدادين طين قريبه من الطريق ما بين البحر والجبل، فلو كل واحد فينا يتنازل للحكومه عن كام فدان عشان يبعدوا بالطريق عن الجبل في اكتر من مصلحه. واحد، هنحافظوا على شغلنا. اثنين، عمليات رصف المشروع الجديد ما تطلعش برانا، وانا شايف ان المحجر بيجيب احسن من الطين. ها انتوا ايه رايكم؟ واحنا لسه هنستنى وندوا طين للحكومه ويجوا بعد كده ياخدوا المحاجر يعني لا جبل ولا طين. احنا محاجرنا حاجه صغيره. انت من زمان بينك وبين الحكومه مصالح كبيره، يعني لما توقع معاهم ما تصدرناش معاهم يا حاج. انا مستعد ادفع لكم جزء من فرق ثمن الارض. الارض لا، انت خدت كتير ادفع. مستعد اشتغل من ورا الحكومه واشغل معداتي في اي حاجه، وبصراحه انا معاد نومي جه. خلاص، مادام كل واحد فيكم قال يلا نفسي، انا كمان لو لقيت حل هيبقى لنفسي. مع السلامه. مع السلامه. دلوقتي العملية اللي هيفتحوا المظاريف بتاعتها بكرة هنعملوا ايه فيها؟ انت كنت مقدم فيها؟ لما سألتك قلت لي لا. كان نفسي اخد حاجة من تحت درسك مرة. بكرة قريب على اللي مستنيه. اتعشيت ولا هتعشى ببيتكم؟ والله واكلكم حلو. مناع. ايوه نعم يا عم الحاج. حط الوكل لعمك ابو ذكري. مناع له. تصبح على خير. وانت من اهله. تصبح على خير يا اولاد. لا